السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عملنا بيتزا مع بعض سهلة وبسيطة جدا. طبعا بنجيب عجينة البيتزا، كوبايتين من الزبادي، وبنحط عليهم طبعا معلقتين من الزيت وشوية من الملح، وبعد كده كوباية كبيرة برضو من اللبن، بيعتبر بنعجنها بلبن خالص ما فيهاش أي نوع من المية بس، وكوبايتين ونص من الدقيق، وبنبكو من الخميرة الفورية. وبعد كده من الخميرة بندوبها طبعا في اللبن بالزبادي بالزيت بالملح مع بعض، ونريحها شوية ومعلقة صغيرة من السكر. وبعد كده بعد ما بنريحها شوية بنجيب الدقيق ننخله شوية عشان تعرفيه فيه تكتلات، وبعد كده بنضيفه على الخليط اللي احنا عملناه، بنقلبه كويس، عجناه بطريقة حلوة خالص ما فيش أي تكتلات فيه. بعد ما عجناه بنركنه شوية نريح، وبنجيب الخلطة بتاعتنا اللي احنا بنعملها الحشوات بتاعتنا. طبعا زيتون زي ما حضراتكم شايفين، وخضار معانا، لحمة مفرومة لو حبيتي تحطيها معاها بتبقى حلوة وجميلة. والصوص بتاعها اللي احنا بنعمله ازاي بتبقى معانا راس من التوم بنفرمه كويس، وبنحط عليه كاتشب او بنحط عليه الصلصة بتاعتنا، وبنقلبها كويس جدا فيه، ومعلقة صغيرة من الخل، وبنسيبها تتسبك خالص على نار هادية. وبعد كده بنطفيه عليه، وبعد ما جبنا الخضار قطعناه، هنجيب العجينة بتاعتنا خمرت خلاص. بعد ما خمرت هنقطعها زي ما انتوا شايفين، تحبوا تعملوها صينية كبيرة أو تقطعيها صغيرة زي دي براحتك. وبعد كده بنحط الحشوات بتاعتنا. أول حاجة بنحط الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه بالثوم الأول، وبعد كده طبقة من الجبنة، عليها طبقة من اللحمة، وبعد كده طبقة من الخضار. بعد ما خلصنا بنحط آخر حاجة جبنة، وبعد كده بنجيب الزيتون بنخليه وبتحطيه عليه، بيبقى بالطريقة دي. وبندهن طبعا الصاج بتاعنا زيت، بيبقى بالشكل ده. ونكون مولعين الفرن على 180 أو 200 درجة، وبعد كده بنحطها في الفرن على طول. وهنحطها دلوقتي وهتطلع حلوة بإذن الله. وتفضلوا معانا ونقول بالهنا والشفا.